في الكونت. مرحبا يسوانت غرا اليسيا كويزين. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. اذا حيرتوا واش طيبوا هذه الخبيزات الرائعه وفرحوا ولادكم. هذه الخبيزات تجي ذوق نتاعها كيما البيتزا. اذا حبيتوا الوصفه تبعوا لا فيديو حتى للاخير. راح نبداو بالمقادير. بسم الله. عندنا هنا 500 غرام فرينه، حبه بيض، وعندنا 300 ملل ماء دافئ، وعندنا هنا ملعقه كبيره لكل من خميره الخبز، السكر، حليب مجفف والزبده. اما الملح عندنا ملعقه صغيره. بالنسبه للحليب المجفف اذا ما عندكمش ديروا 200 ملل ماء و100 ملل حليب، بيان سور يكونوا دافئين. ننتقل لطريقه التحضير. بسم الله. راح نخلط كامل المكونات الجافه بالملعقه، ثم نقوم بإضافة الزبدة. أنا ذوبتها شوية هنايا، وبعد نضيف بياض البيض. أما الصفار راح نحتفظ به للتزيين. راح نخلط كامل هذه المكونات، ثم نقوم بإضافة الماء. أنا راح نستخدم هذا العجان باش نضيف له الماء. راني حطيت كامل هذيك الكمية تاع الماء، وراح نخلط مليح مليح، ومن بعد نبدا نعجن فيه شويه حتى نتحصل على قوام املاس ما يتلاصقش في اليد. هنا راني غيرت هذا الانسترومون باش نعجنها شويه كما راكم تشوفوا. راني وصلت للنتيجه المرغوبه. دوكا راح نحكم اناء مدهون بزيت، وراح نحطوا العجينه فيها ونخلوها تخمر حتى يتضاعف الحجم نتاعها. هنا قبل ما نحطوها تختمر راني نقلبها كامل في هذاك الزيت. الزيت راح يساعدها باش تختمر بسرعه، راح يحافظ على الحراره تاع العجينه. هنا بعد ما تضاعف الحجم نتاعها راح نديغازيوها شويه باليدين، ندهنوا شويه يديا بالزيت، من بعد راح نديغازيوها مليح، ومن بعد راح نحطوها فوق البلون دو طرافاي. وهذا البلون دو طرافاي راح نرشوه بشويه تاع فرينه باش ما تتلاصقش هذيك العجينه. كي نحطها فوق البلون دو طرافاي راح نقسموها. انا قسمتها الى 6 قطع، وانتم قسموها على حسب الحجم، حجم الحبات كيفاه تبغوها. كما تقدروا تديروا خبيزه واحده كبيره. كي تطيب تقسموها. درت هذا النوع ديجا معاكم. هنا بعد ما قسمتها الى حجم متساوي راح نخلوها ترتاح غير شويه، قيس 2 دقائق، قيس غير باش نوجد المكونات اللي راح نحشي بها. هنا راني درت لاصوص تاع بيتزا وتونه صفيتو كامل من الزيت. وهنا راني درت ميلونج تاع مايونيز مع هاد لاصوص حاره شويه، خلطتهم كامل كما تقدروا تستغناو عليها. هنا بعد ما خليتها ارتاحت شويه راح نشرع في العمل. نحكم وحده ونرشوها بالفرينه،
راح نحلوها مليح. لازم تحلوها رقيق بالحلال باش ما راحش تخرج لكم معجنه. هنا بعد ما حليتها على سمك رقيق راح نحط لاصوص تاع البيتزا اولا، نمشيها كامل ما نوصلوش للاطراف، وراح نديرو هذاك الميلونج اللي درناه، ثم نضيف التونة كما يمكنكم استعمال الفيونداشي او البولي، وفي الاخير راح نحطو الفرomاج تاع فرomاج مبشور، راح نغطيو عليها من جهة كما راكم تشوفوا، ثم راح ندير نفس المكونات اللي درناها من الاول. راح نحط لاصوص تاع بيتزا والميلونج اللي درناه، ثم نضيف التونة والفرماج. هنا قبل ما نغطي هذا الحشو راح ندير قطع في الوسط ما توصلوش للاطراف، وراح نغطيها كامل ونسي نسقمها مليح. راح نديرو نفس الشيء بالنسبه للقطع الاخرى، وبعد راح نحطوها فوق البلاطو. هنا كي كملت كامل الخبيزات حطيتهم فوق البلاطو باش نطيبوهم. راح نحكمو هنا صفار تاع البيض اللي بقى، نديرو له شويه تاع حليب، وراح نغطيو كامل هذوك الخبيزات من الفوق باش كي تطيب راح نتحصلوا على لون شباب. هنا تقدروا تضيفوا جبن مبشور من الفوق كما درت انا باش نتحصل على شكل مختلف وشباب. وبعد راح ندخلوهم لفرن ساخن مسبقا لدرجة حرارة عالية 200 درجة أو 400 فرنهايت باش يطيبوا ويحمروا. هاوليك هنا بعد ما طابوا يجي بزاف طراي وبزاف خفاف. راح نخليوكم هنا تهلاو في رواحكم. الى فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي جيم وتشتركوا اللي مازال ما اشتركش. الى اللقاء.